من الهلال إلى باريس ريال مدريد يتلقى الدرس مرتين. تتواصل ردود الفعل في الصحافة العالمية بعد الخسارة القاسية التي تلقاها ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في نصف النهائي كأس العالم للأندية 2025، وهي الخسارة التي أعادت إلى الواجهة اسم الهلال السعودي. صحيفة لو باريزيان الفرنسية ربطت بشكل مباشر بين خسارة الريال الأخيرة وتعادله المثير مع الهلال في دور المجموعات، مؤكدة أن الفريق السعودي أظهر مبكراً نقاط الضعف التي استغلها باريس لاحقاً. في إنجلترا قالت صحيفة ديلي ميل إن الهلال قد يكون المعيار الجديد للحكم على جاهزية الفرق الكبرى، مشيرة إلى أن تعادله مع ريال مدريد كان أكثر وقعاً من الهزيمة أمام باريس من حيث الأداء الفني والانضباط التكتيكي. أما ذا أتلتيك فخصصت تقريراً خاصاً بعنوان الهلال وباريس حينما يغيب الملكي، تحدثت فيه عن أن ريال مدريد ظهر فاقداً للسيطرة أمام الهلال، وأن ما جرى لاحقاً أمام باريس لم يكن سوى نتيجة منطقية. في إيطاليا اعتبرت لا جازيتا ديلو سبورت أن الهلال والفرق العربية باتت تفرض واقعاً جديداً في مواجهات القارات، وأن فشل الريال في الفوز على الهلال كان جرس إنذار تجاه تراجع الهيمنة الأوروبية. ورغم أن صحيفة بيلد الألمانية لم تربط بشكل مباشر بين المباراتين، إلا أنها أشارت إلى أن باريس أظهر نفس الانضباط الذي نجح الهلال في فرضه أمام ريال مدريد.